ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام مصطفى في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي غزل المحله في استاد غزل المحله او في النادي نفسه. هنتكلم عن كل التفاصيل، ميعاد الاستماره وسعرها كام وهتاخدها منين وهتختبر امتى والساعه كام وكل حاجه تخص اختبارات ناشئين غزل المحله. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك في القناه. لو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. طبعا لو هنتكلم عن نادي غزل المحله، نادي غزل المحله من الانديه اللي ليها باع كبير وليها تاريخ كبير وليها جمهور عظيم، فمن الانديه الجماهيريه الكبيره جدا، ومن الانديه اللي دايما بتحافظ على قطاع الناشئين بتاعها وما بتقلبوش استثماري او ما بتطلبش مقابل مادي لاي حد بيروح نادي غزل المحله. وعلى مستوى الفريق الاول طبعا نادي غزل المحله في الدوري الممتاز، وطبعا ليه مستقبل كبير ونادي من الانديه المحبوبه دايما من الجماهير، سواء من جماهير غزل المحله او من جماهير الكره المصريه عامه. نادي غزل المحله عامل اختبارات في استاد غزل المحله في مقر النادي نفسه. عامل الاختبارات ان شاء الله هتبتدي من يوم 1/6، هتبتدي من يوم 1/6. سعر الاستماره 50 جنيه. الاستماره اليوم اللي هتجيب فيه الاستماره مش هتنفع تختبر فيه، يعني يوم حجز الاستماره ما ينفعش يكون يوم الاختبار، يعني انت هتجيب الاستماره في يوم وهتروح تختبر في يوم تاني. الاختبارات هتبقى على اسبوعين، الاختبارات هتبقى على اسبوعين. اول اسبوع هيبقى كل يوم لكل المواليد، بس متقسمه، كل مواليد ليها ساعه معينه. يعني مثلا ال 2015 وال 2014 هتبقى الساعه 8:30، ده اول حاجه تختبر. وبعدين هنيجي ل 2013 وال 2012 هتبقى الساعه 9:30. وبعدين هنيجي ل 2011 وال 2010 هتبقى الساعه 10:30. وبعدين هتيجي ل 2009 في يوم لوحده هتبقى الساعه 11:30. وبعدين هنيجي ل 2008 و2007 تبقى الساعة 12:30. وبعدين هنيجي لل 2006 وال 2005 هتبقى الساعة 1:30. وبعدين آخر حاجة هتبقى ال 2004 وال 2003 هتبقى الساعة 2:30. زي ما قلنا اليوم اللي هتجيب فيه استمارة مش هو اليوم اللي هتختبر فيه، فحاول إن أنت تجيب الاستمارة في يوم وتختبر في يوم تاني. عندك أسبوع كامل، كل يوم ليك مواليد، تروح بدري وتستنى دورك وإن شاء الله النجاح يبقى من نصيبك. طب بالنسبه لتاني اسبوع، تاني اسبوع متقسمه المواليد على يومين، يعني يوم سبت واثنين مواليد 2015 و2014 و2013 و2012 و2011 و2010. اما بالنسبه للايام حد وثلاث هيبقى مواليد 2009 و2008 و2007 و2006 و2005 و2004 و2003. الاختبارات في الايام دي هتبقى من الساعه 8:30 لحد ما يخلصوا الاختبارات. عندك الاربع ايام في الاسبوع الثاني، وبعد كده تبتدي التصفيه النهائيه او المراحل التصفيه. هتبقى في 3 مراحل، او دي اول مرحله الاختبار الاول، هيبقى في مرحله ثانيه وفي مرحله ثالثه، وبكده تكون انضميت للقطاع او تكون بنسبه كبيره معاهم في القطاع وهتعيش فتره معايشه. لو انت في شك في مستواك هتعيش فتره معايشه، لو انت خلاص تمام هتبقى خلاص انضميت للقطاع. لو هتسالني تروح الاختبارات دي ولا لا، من الاختبارات لو انت قريب من المحل روح مش هتخسر حاجه. وبعدين لو انت مستواك كويس روح من يعني من الانديه اللي ليها قطاع مميز مش قطاع استثماري، ففرصه كويسه لو انت قريب من غزل المحله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او ابعت لي فولو على الانستجرام وكلمني، هرد عليك على طول باذن الله. يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم على خير في فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم، والسلام عليكم.